أولا، تدين مصر الحادث الذي أدى لاستشهاد وإصابة عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وتطالب إسرائيل بتقديم الاعتذار الرسمي لمصر عن هذا الحادث الذي أدى لإزهاق أرواح وإراقة دماء داخل الأراضي المصرية، وتؤكد مصر أنها لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم. ثانيا، تقديم التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم في تأمين الحدود المصرية. ثالثا، تؤكد مصر قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، كما تؤكد أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية هو مسؤولية الطرفين معا وليس مسؤولية الجانب المصري وحده. رابعا، تكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه رسميا احتجاج مصر على إطلاق النار داخل الجانب الإسرائيلي بشكل أدى لسقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر، والمطالبة بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين. خامسا، دعوة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى الانتباه للمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في سيناء، وهذا يستوجب تماسكا للجبهة الداخلية وعدم الانخراط في خلافات جانبية، فالحفاظ على الأمن القومي المصري مسؤولية كافة الأجهزة وجميع المواطنين على السواء. سادسا، تخصيص اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاثنين للتصديق على إنشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء للنهوض بعملية تنمية سيناء وحل مشاكل أهالي سيناء. سابعا، اعتبار المجموعة الوزارية للأزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا. وللمزيد من الرأي